موجودة هي معركة الخير والشر في داخل الإنسان نفسه. معركة أن تقرأ وتدرس حتى تنفع الناس أو حتى تلتهي بالشهوات والملذات التافهة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدقوا السبب الوحيد والمستقيم والمريح للسعادة وللعلم وللعلو ولقوة الشخصية أيضا أنه الإنسان يكون بعيد عن، بين قوسين عذرا الكلمة بس هي حقيقة القذارات، المعاصي. حقيقة المعاصي كلهم قذارات بس ما يشوفونها الناس. يعني احنا مرات نشوف الاشياء الماديه اللي نعرفها ذاتنا بس اكو غيرنا يشوفها. الاعمال السيئه البعض يميز رائحتها، يشم رائحتها كريهه، والاعمال الجيده يشم رائحتها طيبه. مثل ما واحد يخلي عطر، هذا نحس به نحن ذاتنا. الاعمال الجيده واحده من خدمه المريض، التطبيب، التفاني بخدمه المريض. اطباء بالمستشفيات طبعا ترى مو بس تصورون هم، احنا ايضا عندنا بال91 بقينا هنا وكنا كانوا يريدون يعدمونا. طبعا للاسف الجيش العراقي اللي دخل علينا مثل ما دخلوا الاسرائيليين على المستشفيات، كلنا كنا ننتظر ساعات يعدمونا. ايضا بقينا ويا الجرحى ويا المرضى ما تركناهم. هذه رساله الطبيب. وذول الاطباء ايضا بقوا ويا جرحاهم ويا مرضاهم. شفتوا هذا طبيب الطوارئ اللي اعتدوا عليه واذوه وضربوه؟ ما ترك المرضى، معظمهم ما تركوا المرضى، بقوا لاخر لحظه. الطبيب اللي يدور بس فلوس، ماديات، خشخه، شيء، ويا اول ضيق يطفر. بينما صاحب الرساله المؤمن بعقيده وبرساله ممكن يلقى حتفه، يستشهد، يموت، بس ما يستسلم. هذه ايضا بالقراءه، لانه انت تفكر شلون تحصل بس المعلومه لاجل تحصل ماده، شيء تافه جدا. تجمعن ويجي ياخذ من غيره. بس الاعمال الحسنه الصالحه ماكو احد ياخذها من عندك، يبقى نيات. حتى عند الناس الغير متدينين مروا بالاخره دائما يشوفون يحترمون الناس المضحين. جيفارا الناس كلها مو يحترمونه. هذا بين هو ماركسي مو جيفارا، بس انسان حر. الامام الحسن عليه السلام كربلاء كان خاطبهم: ان لم تكونوا عرما فكونوا احرارا. حريه ايضا للطبيب. احسن تحرر يخليكم تصير مستوياتكم زينه. طبعا لو انتم زينين انتم الدليل انهم انتم جايين. ان واحد يتحرر من الشهوات قد ما يقدر يقاوم. شنو هي لحظه انتصار على الاشياء الماديه، ينتقل الانسان الى مرتبه اعلى. كل ما راح يصير راح يقدر يحفظ الماده زين، راح يجاوب زين، راح تكون عنده قوه شخصيه. مو قصدي متكبر، بس يكون واثق من نفسه، يفحص المريض بثقه، يتعامل ويا المريض بثقه، يحكي ويا المريض بثقه، يقرا الماده ويحاول يقراها مرات ومرات حتى يصير عنده ثقه. هذا كلش مهم. اعتقد بانه وجود في اي مكان بالعالم انتصار الخير على الشر هو دافع لكل انصار الخير، كل مكان دائما. وكنت تفرح لما تشوف مثلا مظلومين ينتصرون. فانتم ايضا خلوها لكم هذه شعار. بسم الله الرحمن الرحيم.